بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من ملعب محمود. أول حلقة في رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، يعود عليكم الأيام بخير يا رب. إن شاء الله هيبقى لينا لقاءات كتيرة جدا في رمضان، لأن النادي الأهلي هيلعب مجموعة من المباريات في شهر رمضان المبارك. ربنا يجعله شهر خير وبركة على الجميع يا رب، وشهر انتصارات على النادي الأهلي. النهارده هنحاول نناقش بعض المواضيع المتعلقة بالنادي الأهلي، وبعض المواضيع المتعلقة بالشأن الرياضي العام. خلال الأسبوع اللي فات اتكلمنا قبل كده وعدنا في الكلام وزدنا إن كولر مدرب النادي الأهلي مش في المستوى، مش في مستوى النادي الأهلي، مش في مستوى لعيبة النادي الأهلي، مش في مستوى البطولات اللي ممكن يحرزها النادي الأهلي. ليه فكر خاص جدا، أصبح مغرور متعجرف، ما بيسمعش كلام المساعدين بتوعه، ما بيسمعش كلام إدارة النادي. أصبح ليه دماغ بيمشي بيها لوحده، دماغ كلنا شايفين إنها غلط وفي طريق الخطأ، اللي هي بتفقد النادي الأهلي نقاط كتيرة جدا. يعني لما نتصور دلوقتي إن في 6 مباريات في الدوري العام، النادي الأهلي متعادل في 6 مباريات، كتير جدا جدا. 6 مباريات في 2 ب 12 نقطة ضايعين من النادي الأهلي، فده كتير قوي. طبعا ادى فرصة لنادي بيراميدز ان هو يحتل القمه وما زال على القمه، وفارق 3 نقط عن النادي الاهلي. طبعا دي ما كانتش بتحصل، ولو حصل كان بيبقى نقطه ولا حاجه والنادي الاهلي بيتدارك الموقف على طول. لكن العمليه طولت قوي، داخلين اهو على الدور الثاني في الدوري، وبيراميدز سبقنا ب3 نقط. وانا كان ليا راي خاص جدا من زمان في كولر، ان الراجل يمشي، والراجل يعني اصبح غير مرغوب فيه في النادي الاهلي. الحمد لله عضد فكرتي عديد من النقاد الرياضيين، وفي نفس الوقت كمان إدارة النادي الأهلي اللي بدأت تبحث عن مدربين جدد. أولهم رينيه فايلر، اللي كان بيدرب النادي الأهلي، اللي تعاقد مع النادي الأهلي في أغسطس سنة 2019، ولعب تقريبا للنادي الأهلي حوالي 44 مباراة، أحرز خلالها حوالي 91 هدف. وفايلر جاب بطولتين للنادي الاهلي في الفتره دي. هو تقريبا ضرب النادي الاهلي حوالي سنه وشهر كده. وجات بقى عمليه ان قاعد في القاهره وكان عايز يمشي، وكان يعني جت شويه ملابسات كده خلته مش مرتاح للاقامه، مش لتدريب النادي الاهلي، الاقامه في القاهره، وخد بعضه ومشي. وكان مدرب قوي جدا، مدرب عنده فكر واسع قوي. بدأ النادي الاهلي دلوقتي عايز يرجع رينيه فايلر تاني، ودي خطوة ان احنا فعلا عايزين نمشي كولر. في حاجة تانية برضو، طرح اسم كيروش اللي هو كان مدرب، كارلوس كيروش اللي كان مدرب المنتخب القومي. ده برضو مدرب برتغالي، والمدرسة البرتغالية ناجحة جدا في النادي الأهلي. كان مرشح برضو، ومرشح جدا بقوة ان هو يدرب النادي الأهلي خلال مباريات كأس العالم للأندية اللي هتلعب في شهر 6 إن شاء الله القادم. في برضو المرشح برضو ومرشح بقوة جدا، لكن شروطه المالية كبيرة شوية، المدرب الألماني روجر شيميت. ده يعني مدرب قوي جدا، مدرب كان لاعب كبير، وفي نفس الوقت مدرب قدير، بيدرب بنفيكا الأيام دي، وخلاص عقده قارب على الانتهاء. النادي الأهلي برضو بيحاول ان هو يتعاقد معاه. معنى كده ما دام في فكر ان هو عمليه تبديل او اقصاء كولر عن تدريب النادي الاهلي، والفكر موجود لدى اداره النادي الاهلي، فتاكدوا ان هو في يوم من الايام ان شاء الله يحصل، ونتمنى انه يحدث، عشان بطوله كاس العالم للانديه اللي هتبقى في شهر 6 الجاي، اللي هتبدا 15/6 اللي جايين. ده طبعا هيبقى معترك قوي جدا جدا. واقول لحضراتكم في نهاية الفيديو المباريات المنتظرة للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. يبقى معنى كده ان احنا إدارة النادي الأهلي بدأت تحس، الناس الجماهير، الحس الرياضي كله والوسط الرياضي كله بدأ، الوسط الرياضي الأهلاوي بدأ يحس ان كولر مش على قد المسؤولية، وانه المفروض يمشي. ودليل على كده ان احنا بدأنا نتفاوض مع مدربين أجانب، أو بدأنا يلفت نظرنا مدربين أجانب نجيبهم بدل كولر. دي قضية. القضية الثانية اللي أثيرت يمكن امبارح، انسحاب نادي الزمالك من الدوري العام.
ودي نغمه احنا يعني واخدين عليها قوي، واخدين عليها كتير من نادي الزمالك، عمليه الانسحابات وعمليه ان هم يعني يجوا في موقف معين كده وعايزين يمشوا. طبعا ده خطأ جدا جدا، وده يعني مش ما بيجيبش نتائج، كلها نتائج سلبيه. دلوقتي ياما الزمالك ليه حوادث كتيره جدا على مر التاريخ الرياضي من الانسحابات. يعني ما بيعرفش يواجه، ما بيعرفش يحط يعني حججه وبراهينه ويقنع لعيبته ويقنع ادارته ان دي رياضه. المفروض ان انا ببقى موجود في المعترك الرياضي لغايه ما يا اما فايز يا اما مهزوم، مش مشكله. احنا دلوقتي حوالي 18 فريق، ال 18 فريق مش هيفوزوا، هو فريق واحد اللي هيفوز. فنتقبل بروح رياضيه الفوز والهزيمه، ونتقبل الوضع العام الرياضي، لان ما ينفعش ان احنا كل ما نبقى عندنا مشكله او عندنا سقطه نحملها للراي العام، ونحملها للحكام، ونحملها للنقاد، ونحملها لاتحاد الكوره، وعايزين نشتكي اتحاد الكوره، وعايزين ننسحب، وعايزين نعمل. الموضوع كله يعني عركه في عركه وخناقات في خناقات. ايه ده؟ يعني انا بتخيل ان وضع نادي الزمالك كنادي كبير في المنطقه العربيه والافريقيه ما ينفعش ان هو يبقى دايما ليه حجج. النادي الاهلي مهما حصل فيه، وده سر نجاحه على فكره، ما بيتحججش، ملوش شماعات يحط عليها اخطائه، لا لما يبقى في خطا بيواجهه. يعني شايفين احنا التحكيم ازاي مع النادي الاهلي، ورغم كده عمر النادي الاهلي ما علق التحكيم. ليه؟ لان خلاص المباراه انتهت باللي فيها، فمش لازم بقى نقعد نعلق اخطائنا على الغير، طالما علقنا اخطائنا على الغير يبقى عمرنا ما هننجح، وعمرنا ما هنشوف نجاح. النادي الاهلي ماشي بالطريقه دي. نادي الزمالك عكس كده خالص، دايما ليه حجج، دايما ليه اعتراضات، دايما يتخانق، دايما في ازمه. فمش عارف موضوع الانسحاب. والنهارده طلعوا علينا قالوا لا هيبقى في انسحاب ولا غيره، حنفي زي ما احنا عارفين كده تنزل المره دي والدنيا هتمشي تاني والامور هتمشي، لان الانسحاب هيبوظ الدوري، مش من حقك. وبعدين لو انت انسحبت هيبقى في عقوبات، وعقوبات كبيره جدا. من ضمن العقوبات دي ان انت تنزل للدرجه الادنى. يعني الزمالك نشوفه بعد كده بيلعب في درجه تانية، طبعا ده لا يرضي جماهيره العريضه، وما ينفعش ان الاداره تفكر في هذا الشان. في قضيه برضو اثيرت في الايام اليومين الثلاثه اللي فاتوا، عمليه ايقاف احمد شوبير من قناه النادي الاهلي. قبل كده كان في ايقاف لاحمد شوبير من اون سبورت، وسابوه قاعد في البيت فتره، والنادي الاهلي رجعه في قناه النادي الاهلي وبرنامج حارس الاهلي اللي بيناقش فيه كل قضايا النادي الاهلي وبيدافع عن النادي الاهلي وكل ما يتعلق بامور النادي. لما في الفتره الاخيره يعني اعترض على حته ان احنا ليه ما بنعاقبش الجمهور نادي الزمالك؟ ليه لما بيتفوه بالفاظ بذيئه، ولما بيشتم امام عاشور بالاب والام وعامل والزوجه وعامل مشاكل كثيره جدا لامام عاشور، ليه اتحاد الكوره او لجنه العقوبات ما بتاخدش موقف من نادي الزمالك؟ ليه بنشجعهم ان هم يستمروا على كده؟ كل ده كان كلام احمد شوبير. احمد شوبير ما طلعش عن كده. هو مستغرب جدا ان احنا ساكتين على اهانه لاعب، ساكتين على اهانه جمهور لفرد معين ماسكه طول المباراه، سب في امه وفي زوجته وفي عيلته. طب ليه؟ وفي عرضه وفي شرفه. ما ينفعش الكلام ده ابدا. احنا لما نشجع حد ان هو يزود في الجرم ده، يبقى احنا بنسنده، بنساند الجاني. لازم نحط قاعده ونحط قانون يحمي اللعيبه. وفي لجنه العقوبات في فقرات وفي قوانين بتنص على كده. يعني جايين لاحمد شوبير اللي هو بيتكلم في الحق وعايزين يوقفوه، وفي غيره يا احنا بنسمع والله العظيم مهازل وشتيمه وقله قيمه، ورغم كده ما حدش بيقول لهم انتوا فين. نسمع ان في ايقاف لاحمد شوبير، او يعني مشروع لايقافه بعد التحقيق معاه. ايه ده؟ تحقيق في ايه؟ ده الراجل بيرفض ان حد يهان. وعلى فكره الفكره دي برضو متاخده عن اي لاعب في نادي الزمالك. لو حد اهان اي لاعب او اي نادي ايا كان، الاهانه يا جماعه بصفه عامه اللاعب دوت بيبقى ليه اهل وليه ناس في البيت، وليه ناس بيخافوا عليه وليه ناس بيحبوه. ما ينفعش ان احنا نهينه قدام الناس، ما ينفعش. لازم يكون في قيم وتقاليد وعادات بتاعتنا ما نعرفش او مش المفروض ان احنا نحيد عنها.
فده كل مشكله احمد شوبير. احمد شوبير راجل بيدافع عن مبادئ، بيدافع عن تقاليد، بيدافع عن قيم، بيدافع عن راجل مظلوم طول الوقت، الناس عماله تشتم فيه، فما ينفعش يعني ايا كانت الامور. ده بالنسبه لايقاف احمد شوبير. في برضو يعني نقطه بستغرب لها جدا، منع الكلام عن التحكيم ومنع المحللين الرياضيين ان هم يتكلموا في التحكيم. ليه ما كانت قبل كده موجوده وكنا بنعرف اخطائنا والحكام كانت بتعرف اخطائها وكنا بنتناقش فيها؟ ليه منعتوا النقاش؟ معنى ان انت منعت النقاش يعني انت خايف، يعني انت عندك اخطاء، انت اتكلمت اسمعني. المباراه اتعملت، لازم تسمعني بعد المباراه، شوف انا هقول ايه. ما تجيش تاخد يبقى نص الحدث عمل والنص التاني ما حصلش، فما ينفعش، القضيه كده مش هتكتمل. لازم في المباراة اتلعبت، بعد كده في مناقشة للحكام في اللي عملوه، يبقى يعرف مين المخطئ، ايه الخطأ اللي وقع فيه ويتصلح. لكن طول ما احنا عايشين ان احنا الخطأ بيتعمل وبعدين بيعدي وبعدين المباراة بتتلعب، بعد كده ما بيبقاش في مناقشة للتحكيم وبتعدي ايا كانت الامور. يعني احنا دلوقتي بنشوف بصراحة مهازل في مباراة بيراميدز، مهازل بجد يعني، بدون يعني تجميل للكلام. يعني بيراميدز السنه دي ماشي كده زي الحلاوه، محدش بيقول له انت بتعمل ايه، اي اهداف واي دنيا واي اوفسايدات واي فاولات كل الدنيا كلها بتعدي. فاحنا لو كان في حكام، لو كان في مناقشه حكام، كانت الامور دي كلها هتبان وكنا هنشوفها. يعني ايه المانع يعني؟ في برضو قضيه كنت عايز اتكلم فيها، قضيه التجديد لاكرم توفيق. ان هو طبعا هو الراجل خلاص يعني راح نادي الشمال القطري وخلاص ومضى وقبض والدنيا خلاص بقت حلوه. رجع تاني الراجل الوكيل بتاعه عايز يفتح قنوات اتصال تاني مع مسؤولين النادي الاهلي، على اساس ان احنا بقى ايه، يبين ان اللاعب برضه لسه في الصوره. واللاعب لا، اللاعب يا جماعه منتهي خلاص. احنا مش عايزين نفكر في موضوع ان هو يجدد تاني والوكيل بيتكلم تاني. الموضوع منتهي، الراجل واخد فلوس، الراجل قابض وخلاص. وده باعتراف مسؤولي نادي الشمال القطري. يعني ناس اتكلمت في الموضوع والناس المسؤولين قالوا ان هو قبض فعلا ومضى. فعمليه المماطله بقى وعمليه ان احنا نجمل الصوره مش مطلوبه يعني. زي ما قلت لحضراتكم، النادي الاهلي داخل على معترك جامد جدا خلال الايام الجايه وخلال رمضان بصفه خاصه. ودلوقتي هنقول لحضراتكم المباريات اللي المفروض النادي الاهلي ان شاء الله هيلعبها. في مباراه فاضله في الدور الاول من الدوري العام هتبقى مع طلائع الجيش، ودي هتبقى يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. يوم الاربعاء الجاي هتبقى في مباراه مع طلائع الجيش، ودي المباراه الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي، هيختتم بيها الدور الاول من الدوري العام، وان شاء الله نتمنى الفوز فيها عشان النادي الاهلي يواصل جمع النقاط، وعشان في الدور الثاني بقى نحاول ان احنا الثلاث نقاط دول اللي فرق بيننا وبين بيراميدز احنا هنلعب معاه مباراه. المفروض ان مباراه الدور الثاني كلها تبقى مباريات كؤوس، كلها مباريات لازم النادي الاهلي يفوز فيها. بعد كده النادي الاهلي هيدخل بطوله الرابطه اللي هي حولوها اسم بطوله العاصمه. ديت هتبقى يوم 18/3 هيلعب مع انبي، ويوم 22/3 هيلعب مع الطلائع برضو اللي احنا هنلعب يوم الاربع. دول مباراتين هيتلعبوا يوم 8 مارس ويوم 22 مارس. هندخل برضو بعد كده في المعترك الافريقي بقى، وهنلعب يوم 4 مع الهلال السوداني، يوم 1/4 يوم 1 ابريل هنلعب مع الهلال السوداني المباراه الاولى مباراه الذهاب اللي هتبقى في القاهره، والمباراه الثانيه هتبقى يوم 8 ابريل 8/4 مع الهلال السوداني. وهتتحدد الارض اللي هيلعب عليها الهلال السوداني، لان الهلال السوداني مش هيلعب في السودان، لان طبعا في مشاكل سياسيه في السودان، فهيلعب تقريبا هيلعب في ليبيا. يعني المباراة إن شاء الله بتاعت مع الهلال السوداني مباراة العودة هتبقى في ليبيا إن شاء الله. ونرجع تاني نلعب مباراة في الرابطة يوم 22/4 مع فاركو. معنى كده إن في كمية مباريات كبيرة جدا وكتيرة جدا. وكمان هندخل بقى يوم 15/6 بداية مباريات بتاعت كأس العالم للأندية، هنلعب مع
انتر ميامي الامريكي يوم 15/6. يوم 15/6 النادي الاهلي لعب في كاس العالم للانديه مع انتر ميامي، اللي بيلعب له ميسي، وهتبقى مباراه بقى ميسي يا جماعه. لما اشوف النادي الاهلي هيواجه فريق فيه ميسي احسن لاعب في العالم، فدي هتبقى يوم 15/6 ان شاء الله. بعد كده هيلعب مع بالميراس البرازيلي يوم 19/6. بعد كده يلعب مع بوردو يوم 24/6. دول الثلاث مباريات اللي هيبقوا في الجوله الاولى في الجوله التمهيديه. نتمنى ان النادي الاهلي يتخطاهم ان شاء الله، يوصل للادوار القادمه ان شاء الله. بكده النادي الاهلي عنده زحمه مباريات كبيره جدا، وزحمه يعني هيدخل في معمعه، لازم محتاج كل اللعيبه اللي موجودين. كريم فؤاد اللاعب اللي كان مصاب، النادي الاهلي سجله افريقيا. في ناس بقى مزاعم وكلام، ازاي كريم فؤاد يسجل افريقيا وهو ما تسجلش محليا؟ انتوا مين اللي قال لكم ما تسجلش محليا؟ كريم فؤاد مسجل محليا، لذلك اتسجل افريقيا، وهيبقى معانا ان شاء الله باذن الله في البطوله الافريقيه، وان شاء الله يبقى متواجد معانا في كاس العالم للانديه ان شاء الله. اللي نتمنى ان النادي الاهلي يحرز في الثلاث مباريات التمهيديه دول، او ثلاث مباريات في الدور الاول الانتصارات، على اساس انه يواصل ان شاء الله ويشرفنا ويشرف مصر كلها، ويشرف جمهور النادي الاهلي وجمهور الكره بشكل عام. بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. بنتمنى ان القضايا الرياضيه ما تاخدش يعني ما تنحوش نحو سيء، او في مشاكل، او في شيء من هذا القبيل. نتمنى ان كل حاجه تحل بالعقلانيه وبالقانون. يعني احنا عندنا قواعد وفي قوانين في اللعبه، وفي لوائح موجوده في اتحاد كره القدم تسير عليها ايا كانت الامور. يعني النادي اللي يبقى فيه مشاكل ويبقى فيه جمهور بيعمل، يعني الموقف ده تعرض للزمالك كذا مره وبيعدي. يعني المفروض النادي الزمالك يلعب بدون جمهور من مباراتين فاتوا، لسه هتطبق عليه العقوبه ديت. يعني دي موجوده في اللوائح، يعني المفروض كانت تطبق قبل كده. فاحنا مش عايزين نحابي جمهور ضد جمهور او نادي ضد نادي، عشان ما يبقاش فيه مشاحنات ومشاكل اللي احنا عايشينها في الوسط الرياضي الايام دي. نتمنى الخير للجميع، ونتمنى الخير للنادي الاهلي، وان شاء الله دايما في انتصارات، ونشوفكم دايما على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.